اهلا بكل مشاهدينا مره تانية اصدقاء برنامج زينه، والفقره زي ما نوهت قبل كده عن الالتزام. التزامنا تجاه الاخرين والاخرين تجاهنا. قالوا عن الالتزام ان هو جوهر الحياه وسبب من اسباب النجاح، سبب مهم جدا وسبب قوي، لان لما نلتزم تجاه الاخرين وتجاه نفسنا اعتقد المردود هيكون انجازات كتير وبالتالي تنميه سواء لينا او للمجتمع اللي حوالينا. لكن في خلط عند البعض بين مفهوم الالتزام والالزام. ايه هو الالتزام وايه هو الالزام؟ وليه الالتزام مهم او لازم يكون بقى مهم النهارده في حياتنا كلنا؟ رحبوا معايا بضيفتي على الهوا استاذه حنان رشدي، خبيره تنميه بشريه. منوره. بنورك، صباح الخير. صباح الفل. الالتزام والالزام، الفرق بين الاثنين واسع. الالتزام هو ان الشخص ياخذ عهد او وعد على نفسه بانجاز معين او بسلوك معين او بخط سير في الحياه. ده انا بلتزم وبوعد نفسي وبعاهد نفسي ان انا هكون هذا الشخص، سواء في الفعل او في القول او في اي انجاز في حياتي. كويس قوي. ولكن الالزام هو ان شخص اخر او عمل او شيء ما في الحياه يلزمني بهذا الشيء، يجبرني على هذا الشيء. انما اعتقد قمه الالتزام ان انا الزم نفسي تجاه واجباتي. بالظبط، لان النفس البشريه دائما بترفض الامر. خلي بالك من اول الطفل الصغير لغايه الانسان الراشد العاقل، يرفض صيغه الامر. ولكن اذا هو امر نفسه وتعهد لنفسه ووعد نفسه، هيحاول يثبت لذاته انه قد المسؤوليه. لان الالتزام هو بدايه الطريق لتحمل المسؤوليه. حضرتك فاكره اغنيه حليم كلمات صلاح جاهين؟ اغنيه جميله وشهيره وبحبها وبعشقها، لان ليها علاقه بالنمو في بلدي، ليها علاقه بالاراده المصريه الجميله، ليها علاقه بالتصميم وان المصري ما يعرفش مستحيل. عارفاها طبعا. اللي بتقول ايه؟ اللي بتقول قلنا هنبني ودينا بين السد العالي. واللي بتقول كمان كلنا لازم نبقى في الصوره، او بمعنى لازم صوره كلنا لازم نبقى في الصوره. كلنا كده عايزين صوره، والصوره ما فيهاش الخملان والكسلان والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. يعني اي حد سلبي مش ملتزم مش هيبقى في الصوره. ما هو علشان نحارب الخمول والكسل وعدم الجديه لازم يكون في نوع من انواع الالتزام. والالتزام هنا بيبدا من الالتزام السلوكي والاخلاقي لغايه الالتزام في العمل. يعني الناس فاهمه ان الالتزام جزئيات معينه صغيره وبسيطه، ان انا التزم في الوقت كويس جدا، التزم بوقتي، ابقى شخص ملتزم بمواعيدي. ولكن الالتزام ما بيتجزأش. يعني ما ينفعش ابقى ملتزم بوقتي ومش ملتزم بوعدي ولا بكلمتي ولا بمبدئي. لازم الالتزام تبقى منظومه متكامله عشان اقدر اقول على الشخص انه ملتزم. لكن لو هو بيلتزم بحاجه دون باقي الاشياء، انا كده مش هيوصف عندي بانه ملتزم. صحيح. هو بس مواعيده كويسه. صحيح. بس في اشخاص يا دكتوره حنان لما يجي سيرتهم نقول لا، ما دام قال كده يبقى هينفذ. بيبقى سمة الشخصية الالتزام في كل حاجة، في الوعد، في الميعاد، في الإنجاز في عمله، في كل ما ليه علاقة بهذا الشخص. في شخص تاني بقى لما يدي وعد أو يقول كلمة لا ما تاخدوش على كلامه. ليه؟ من تكرار عدم الالتزام. بالظبط. إزاي أربي ابني يطلق عليه ملتزم أو يكون من الصنف الأولاني؟ علشان يبقى من الصنف الاولاني زي ما حضرتك تفضلتي شرحتي بالظبط، ان تكون سمته تكون من بدايه من وهو طفل فاهم يعني ايه قدوه. الاب والام بيعملوا نفس الكلام عشان هو بينفذه. خلي بالك لما توعدي ابنك بوعد، انت لما هتنجح انا هسفرك اوروبا، ده مش هيحصل على فكره. بيكون النتيجه انه لما بينجح بتاخديه حديقه الحيوان تفسحيه. طب فين الوعد؟ انت التزمتي بشيء خارج قدراتك وخارج سقف طموحاتك او مقدرتك على التنفيذ. اللي هي القدوه حصل لها كسر في الصوره تجاه هذا الطفل. اصبح الطفل لما يلتزم باي شيء او يقول لك اي شيء شايف انه طبيعي قوي انه يخلف الوعد. لان الكبير خلف الوعد. صحيح. فمفروض ان انا ما وعدش الطفل او الابن او الابنه باي شيء الا لما يكون انا عارفه انه في مقدرتي واقدر انفذه. طب تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. قد يفشل الاب في تنفيذ الوعد بطريقه خارجه عن ارادته. يعني هو ساعه ما وعد كان قادر ينفذ، لكن ساعه التنفيذ ما عندوش الامكانيات في التنفيذ. يعمل ايه في الحته دي؟ حضرتك فكرتيني بالحديث النبوي الشريف او الواقعه اللي فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما شاف امراه بتقول لابنها تعالى يا بني لاعطيك، تعالى يا بني لاعطيك. فسالها الرسول الكريم هتعطي له فعلا حاجه؟ هتعطي له حلوى؟ قالت له لا انا مش بقول كده،
علشان هتجيله عشان بس يجي. قال لها لو ما نفذتيش، بما معنى يعني لو لم تنفذي لحسبت عليك كاذبه. يعني حتى الكلام مع الطفل الصغير لازم يكون بحساب، لان احنا كده بنهد شخصيته لو احنا ما نفذناش وعدنا تجاهه. بنربيه على عدم تنفيذ الوعد وعلى عدم تحمل المسؤوليه وعلى الكذب. طب انا لو انا ما قدرتش في لحظه تنفيذ الوعد، يعني ساعه ما وعدتك انا كنت قادر، بعد ما تمت ظهور النتيجه ونجحت انا بقيت غير قادر على تنفيذ الوعد. لازم الصراحه والوضوح بطريقه كامله مع الطفل. يعني لازم اقول له ان انا فعلا في ظروف حصلت 1 2 3 وفي وقت معين في خلال كذا انا هنفذ وعدي معاك. يبقى هو فاهم ان ما اهملتش مشاعره، ما اهملتش تنفيذ الوعد، ولكني صارحته وعملته كشخص كبير فاهم ومدرك وواعي. لازم يبقى عنده ادراك لمعنى الالتزام. الام ملتزمه بتربيه اولادها في البيت، ملتزمه بتحضير الطعام، ملتزمه بمواعيد ثابته، ملتزمه بجدول، حتى لو هي ما بتشتغلش جدول اعمال في المنزل. الاب ملتزم انه يشتغل وانه يجيب فلوس للبيت، ملتزم بسلوكه باخلاقيات معينه تجاه اسرته، ملتزم بمسؤولياته. هيطلع الطفل فاهم يعني ايه التزام. يعني ما ينفعش وما يصحش اطلاقا اب يكون مش ملتزم او ام مش ملتزمه وتحاسب ابنها او تعاقبه كمان عشان هو مش ملتزم. ما ينفعش، لا يصح اطلاقا. ولكن السؤال المطروح النهارده، يمكن في ايميلات دلوقتي بتوصل كتير عن اطفال عندهم سمه عدم الالتزام في بعض الاشياء، سواء كان في المواعيد او في الواجبات المدرسيه او اي عهد بيقطعوه على نفسهم. بيبقى السؤال المطروح من الام والاب، ابدا المشكله حلها ازاي؟ هل انا سبب المشكله كأم او كأب، ولا في حاجات حواليا كتير بتساهم في هذا السلوك السلبي تجاه الطفل او من الطفل؟ النقطة الأساسية اللي قلناها اللي هي القدوة. النقطة الثانية والمهمة إن الطفل وحتى الكبير إمتى بيحيد عن الالتزام. يعني مش الطفل بس، إحنا ساعات في أعمالنا وفي طريقة تصرفاتنا وفي حياتنا العادية قد أكون ملتزمة، لكن بتحصل لي لحظات إحباط يعني بحيد فيها عن الالتزام. ليه؟ المبدأ الأساسي هو التساوي ما بين الملتزم والغير ملتزم. ده شيء خطير. يعني لو ساوى المجتمع كله ما بين الشخص الملتزم والشخص الغير ملتزم، اصبح الملتزم حاسس انه بيعذب نفسه على الفاضي، هيجيله احباط. طبعا انا ملتزم وباجي على نفسي في امور كثيره عشان احقق التزامي ووعدي، ولكن في الاخر النتيجه في مجال عملي زي اللي ما التزمش. ده حقيقي. في البيت انا كطفل صغير بذاكر زي اللي ما ذاكرش. دكتوره حضرتك طبعا خبيره في علم الاداره وفي التنميه البشريه والموارد البشريه بصفه خاصه، انا عارفه انه البدء في تطبيق هذا الاسلوب بالتدريج في اي مؤسسه يبدا من الايجابيه، يعني بمعنى مكافاه المجتهد قبل معاقبه السيء او السلبي. في هذه الحاله بيبقى في حاله من التنافس الجميل اللي ما فيهاش حد اتاذى، ولكن الغيره الايجابيه اللي تخلي حد يجتهد. بالظبط، لان في حاجه اسمها، ودي مهمه جدا في اي اداره، اسمها المهام الوظيفيه. لو كل شخص دخل منشاه ما ووكل اليه مهام وظيفيه معينه اللي هي الجوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي بتاعه ومشي عليه بالتزام تام، هو هينجح في اداء عمله. لكن المشكله عندنا في الاداره بالذات في اغلب الاماكن، مش هقول في كلها عشان التعميم خطا، ما بيبقاش في وضوح للمهام الوظيفيه. التداخل ما بين المهام الوظيفيه بيجعل الشخص الملتزم ما بيبانش في الصوره في الشركه بتاعته او في المؤسسه بتاعته ان هو ادى عمل جيد او ملتزم في عمله، لان التداخل ده بيعمل نوع من انواع اللخبطه في الاداريات. والحاجه الثانيه المهمه، ودي اجابه سؤال حضرتك، بالنسبه للشخص الملتزم في الاداره بيبقى اكثر استقرار، مفيش تيرن اوفر ولا استقالات ولا سيبان للعمل كتير زي ما بنشوف، لانه التزامه بيخليه ماشي على نفس رتم المنظومه، عارف هدفها ايه وعارف رؤيتها ايه ورسالتها ايه، فهو ملتزم انه يحقق معاها النتيجه دي. لكن مش ممكن في نص الطريق يسيبها ويمشي، لانه التزم بشيء معين وعايز يكمله الى النهايه. طبعا الكلام الجميل ده له علاقه بوضع الاهداف، وضع الرؤيه للمكان او المؤسسه، واعتقد لما يبقى في مشاركه من العاملين في وضع الرؤيه العامه للمكان بيبقى في تحمس لتنفيذها، والتلاقي والتحاور اللي ما بين مستويات الاداره المختلفه مهم يكون موجود من حين لاخر عشان تنفيذ هذا الهدف. لازم الموظف او العامل في اي مكان مهما كانت وظيفته دنيا او عليا في السلسله الوظيفيه لازم يبقى عارف المنشاه اللي بيشتغل فيها اهدافها ايه. ما هو مش الاهداف كلها ان انا احقق يعني مكسب مالي، وان كان ده من ضمن الاهداف. حق اي مستثمر او اي صاحب منشاه انه يحقق جزء من الهدف بتاعه يبقى مكسب مالي، ولكن انا عايز ابقى براند، عايز ابقى اسم، عايز المع في سوق، عايز اخد سمه تسويقيه معينه، عايز يبقى ليا
في مجال عملي، ارتفاع في شيء معين. الكلام ده كله لازم يصاغ على هيئه رؤيه ورساله ويبقى واضح بالنسبه للعاملين. ما شغلش الموظف بدون ادراك، بدون وعي. آلة، اذا قلبت الآلة انا كده نفيت عنه صفه الالتزام. هو آلة، وقت ما يتعب مش هيبقى ملتزم. نفصلها بطريقه بسيطه جدا. يعني في شخص بيكون مريض او تعبان ولكن عشان ملتزم بعمل معين وبيهتم بالتزامه ورؤيته وبصمته قدام الناس بينزل شغله. في شخص اخر ما بيصدق انه تعب او عيان علشان يلاقي شماعه او مبرر انه هو ما يبقاش ملتزم في اليوم ده. انا عيان، طب اعمل ايه؟ لا، الملتزم بينزل وهو عيان. صحيح. هو ليه؟ لانه عنده فكره ورؤيه وادراك كامل لاهداف المنشاه اللي هو رايحها دي، فهو خايف اليوم ده ياثر. قد ايه وصل التزامه. ده كلام جميل جدا. واعتقد لو حد عيان وكان مدمن هذا العمل، طبعا ده ادمان ايجابي، مدمن عمله، وان هو حاول ان هو يعني يقدم اللي عنده او يقدم رسالته او دوره او المتوقع منه، ده اعتقد ليه مردود ايجابي على شفائه او على حالته النفسيه او على هو سلوكه الشخصي بعد كده في الحياه. اما السلبي اللي دايما بيدور على شماعه، بيحط يعني اخطائه او كسله على شماعه اخرى، ده كله بيبقى منعكس على حياته التانية. ومش حياته بس، والله هو بيسيء للملتزم. لان الشخص الغير ملتزم او الشخص السلبي بتكون النتيجه ان الشخص الملتزم بيحس انه تعب نفسه وتعب الغير ملتزمين. يعني دايما تحس ان الشخص اللي غير ملتزم يقول لك على ايه ده كله؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كلام احباط كله محصل بعضه. يشعرك بان انت كل الطاقه والمجهود والايجابيه اللي انت عايشاها ما لهمش معنى. مع ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اكد على المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ده في القران الكريم لما قال ان الله يحب اذا، وفي كمان في الاحاديث النبويه الشريفه كمان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. صدق رسول الله. الحقيقه عايزه اقول ان العمل نفسه ممكن يطلع الانسان من اي محنه. يعني عشان كده لما كتبت في الاشعار وقلت بالاراده والعمل بالعزيمه والامل تتحول اي دمعه اوام وتبقى شمعه تنور الطريق، ولو كنت الغريق جوه البحر الجريء مؤكد هيقولوا لي انك نجيت وجيت بايدين مليانه لولي. بالاراده والعمل بالعزيمه والامل تتحول اي دمعه اوام وتبقى شمعه. برافو، تسمحي لي اسقف. اشكرك. يا ريت يبقى عندنا كلنا الطاقات الايجابيه دي، لان انا عايزه اقول لك ان الحياه بتاعتنا مش هتمشي الا بالطاقه الايجابيه، مش هتمشي الا لما احساس بامل في بكره، نظره بكره لازم تبقى جيده. ولكن الاحباطات دايما اقول ابتعد عن المحبطين اللي النهارده ممكن يكسروا عزيمتك ويمنعوك من تحقيق اهدافك. الحقيقه الكلام ده هيخلينا بقى نبص للجيل الجديد واللي كله يعني شايل املنا في بكره. يعني الاطفال والشباب هم الامل بتاعنا لبكره الاحسن. ازاي بقى نبدا ككل ام شايفاها النهارده وكل اب انه يغرس مبادئ الالتزام والقيم الجميله والنبيله في نفوس الاطفال؟ حضرتك قلتي اهم حاجه ان هم نفسهم يكونوا القدوه. بالظبط. طب ايه تاني والحاجه الثانيه قلنا عدم المساواه بين الطفل الملتزم والطفل الغير ملتزم، الثواب والعقاب. يعني الحاجه الاهم بقى ان انا اديله او امنحه جزء من المسؤوليه عشان اجربه في الالتزام. بمعنى يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش كل التزام ومذاكره. احنا عندنا بس مشكله ان الام او الاب المصريين فاهمين ان الطفل ده آلة مخلوقه انها تذاكر دلوقتي بس، ما عندهاش حاجه في الدنيا تعملها غير المذاكره. لا، لازم امنحه جزء من المهام الخاصه بالمنزل ولو بسيطه، وافهمه واحمسه انه له اهميه، له دور. هو مش مجرد طفل بيروح المدرسه ويجي من المدرسه. فلما هيلتزم انه يعمل هذه الاشياء البسيطه في المنزل، ده هيبقى برضه نوع من انواع الالتزام. مش التزامه كله. الطفل شايف المذاكره عقاب على فكره. انت انا بتعاقب لوحدي في البيت ده، يعني المذاكره دي بالنسبه له عقاب. لكن بيبقى بيؤدي اي شيء اخر بحب. يعني انت جربي ابنك او بنتك في مسؤوليات خارج المذاكره، هتحسي ان هو بيعملها بكل الطاقه وبايجابيه وبقى سعيد قوي لما ينجح فيها. فكده بعلمه الالتزام في حاجات خارجه من العمليه الدراسيه. كمان يا دكتوره اعتقد ربط الواجبات بالنسبه للطفل بحلم هم هيفرحهم لو حققوه مهم يكون ده موجود عشان يبقى في حافز. يعني مثلا اتعب واشتغل وذاكر عشان تبقى دكتور ناجح، يعني تعالج قرايبك مثلا او كده. ليه ملحوظه يعني بقى حلم مش لازم يبقى دكتور، ممكن يبقى اي حاجه تانية. يعني مش قصدي كمان، انا قصدي شوفوا هو بيحلم بايه. لان احنا مشكلتنا ان بنحط على عاتق ابنائنا تبعيات احلامنا. يعني خلي بالك، انا ممكن يكون حلمي بعيد كل البعد عن حلم ابني او بنتي طبعا. فلازم الاول اعرف حلمه ايه وطموحه ايه ونفسه يبقى ايه، وما هدش من عزيمته وما اسخرش من احلامه حتى لو بسيطه.
عشان وهو بيبذل مجهود وبيلتزم قدام هذا الحلم يبذله بكل طاقه، لكن هو شايف انه بيحقق حلمي انا، تفتكري هيبقى عنده نفس الطاقه؟ اكيد لا. فعلشان كده انا مهم قوي ما احطش على عاتق ابنائنا احلامنا. انا عايزه ولادي يبقوا مهندسين، ولادي يبقوا دكاتره، ابني يبقى كذا، عشان كده يا او لو دكتورة انا في مهنه يبقى في نفس مهنتي. جميل. عشان كده مهم يبقى في تحاور دوري ومستمر بين الام والاب والابناء، نسمع احلامهم، افكارهم، طموحاتهم لبكره. ده شيء في منتهى الاهميه والخطوره. احنا ما عندناش من الوقت ما يكفي، وبنحط بقى هنا عدم الالتزام اللي بيخليني اعلق على الشماعه دي بعدم وجود وقت، والكل بيلهث وراء لقمه العيش، والام بتشتغل والاب بيشتغل، فما فيش وقت. الكلام ده مرفوض تماما. حتى لو التجمع مره واحده اسبوعيا، حتى لو التجمع على وجبه واحده يوميا، لازم يكون في دقائق معدوده للاولاد، مش بس ذاكرت ايه وخلصت ايه وعملت ايه وانت وحش وانت مش كويس. ما يبقاش كلها جلد وعقاب، ولكن تبقى على هيئه حكايه، على هيئه قصه، على هيئه معلومه يتحاور فيها الاب والام. حتى لو ما وجهوش الكلام للطفل، هو عقله هيسجل كل الكلام ده وهيتشبع بيه، ويعرف ان في حوار دائر في البيت عن اشياء مهمه. الحقيقه حضرتك برضو يعني فتحتي موضوع مهم جدا، انه ممكن يبقى في طفل ملتزم تجاه مذاكرته ومدرسته، وانه مجتهد جدا بدرجات عاليه في هذا المجال، ولكن مش ملتزم ولا مشارك في احلام الاسره او في التزامات الاسره الكبيره او الصغيره. حتى لو كان المشاركه في التفكير يروحوا رحله فين، او ينظم السفره مع اخته الصغيره، او اي شيء بسيط له علاقه بالمشاركه داخل البيت. اعتقد مهم نعلم ولادنا مش بس يذاكروا كويس ويلتزموا تجاه الدراسه، لكن كمان يلتزموا تجاهنا وتجاه اسرتهم. ومشاركه في المجتمع الاكبر. يعني لو في مناسبه عائليه على مستوى العيله الاكبر، الاجداد او الاعمام او الخلان وهكذا، لازم الطفل يبقى موجود لغايه ما يبقى شاب يعرف ان انا لازم اعاود المريض، ولازم اواسي الحزين، ولازم اشارك الفرحان فرحه. لازم يبقى عارف الكلام ده كله، وبعدين هيكبر يعرف ازاي يشارك مجتمعه كله. مجتمعي النهارده عنده ازمه اقتصاديه، ازاي اشاركه في بعض الجمعيات الخيريه، ازاي اشترك فيها. يبقى عنده توسع في ادراك المسؤوليه للمستوى الاعلى ثم الاعلى. لكن بعد ما يبقى شاب اقول له بقى اشترك في مسؤوليات مجتمعك وفي مسؤوليات اسرتك الكبيره، هو ما تحملش ده ولا عارفه، فما ظلمهوش لانه ما عندوش الامكانيات العقليه اللي فهم بيها يعني ايه مشاركه. اعتقد معظم الشباب على الفيسبوك ليهم يعني تواصل كتير مع بعض، ساعات تبقى حاجات مهمه وساعات هايفه وساعات ما لهاش اهميه اساسا. لكن عايزه اقول طالما الحكايه دي موجوده، اعتقد مهم كلنا نستغلها في حاجات ايجابيه. يعني اعتقد حضرتك بتقولي الالتزام تجاه وطننا ومجتمعنا شيء جميل. لو عملنا كلنا حملات نشارك فيها ايجابات، ازاي نرشد الاستهلاك، ازاي نرشد الكهرباء، ازاي نرشد الميه نحافظ عليها، بالزبط. اعتقد ده هيخلي نوع من الالتزام تجاه نفسه واسرته ومجتمعه بطريقه بسيطه وعمليه وفيها اقتناع، لان ده هو مشارك وفرد من هذه الحملات، فمش ممكن هيخالفها. بالزبط. يعني انا عملت الحمله دي على مستوى المنطقه بتاعتي كلها، مش ممكن اهل بيتي مش هينفذوها. صحيح. فبالتالي هو هيبقى اكثر التزاما، وهيلزم اسرته الصغيره بانها تنفذ مبادئ هذه الحمله او مبادئ هذه الجماعه اللي هو عاملها. ولكن عايزه اقول حاجه، يعني علشان ما نثقلش على الشباب، سواء بعدم وجود وقت او سواء ان انا ما اعرفش حاجه عن طريق الحملات دي او طريق الجمعيات دي، والله لو انت اشعاع نور خاص باسرتك لوحدها انا موافقه. يعني لو وضعت بصمتك في اسرتك الصغيره المكونه من اخواتك وابوك وامك انا موافقه. يعني مش شرط تكون على المستوى الاكبر والاوسع، لان الاسره هي نواه المجتمع. لو كل واحد اهتم باصلاح الاسره اللي هو داخلها، المجتمع كله هيصلح. صحيح. طب انا عايزه بقى النهارده ادي طاقه ايجابيه لكل حد شايفني، سواء من الكبار او من الشباب، وحضرتك بقى يعني متخصصه في اعطاء الطاقات الايجابيه بالذات في مجال اداره الاعمال وبالعمل عموما. ازاي بقى نبدا كل واحد في مجاله انه يقدم احسن ما عنده من ابتكارات، من افكار، من مساهمه ايجابيه؟ اولا الشخص لازم يكون عارف ان الالتزام اللي هو هيلزم بيه نفسه، او الوعد او العهد اللي ياخده على نفسه، يبقى قد طاقته وقدرته. يعني ما يحاولش يلتزم بشيء فوق مستوى طاقاته، علشان بتحصل اول نقطة احباط في الحياة لما ما اقدرش انفذ التزامي. فلو انا هبتكر شيء او هابدع في شيء او هشتغل في شيء، لازم ابقى عارف ميولي وادراكي للشيء ده ايه، وقدرتي على الشيء فعله ايه، علشان اقدر اجتازه. لاني عايزه اقول لك اهم طاقه ايجابيه في الحياه هي النجاح. يعني لو تواصلتي من نجاح الى نجاح، هو هيدفعك بطاقه ايجابيه من غير ما حد يدفعك للايجابيه. يعني النجاح في حد ذاته ايجابيه.
فعشان انجح لازم اعمل الحاجه اللي قد قدرتي وقد طاقتي، معلاش بسقف التزامي فوق قدراتي وطاقاتي. الحاجه التانية، لا يصح الا الصحيح. انا عايزه اسيب بصمتي في الدنيا، ماليش دعوه بفلان ايه وفلان ايه، وابتعد بقدر الامكان عن المحبطين عشان اقدر انجز، اقدر اعمل وما اخليش حد يهد عزيمتي، ابقى دايما ثابت الخطى، ولو حصل اي كبوه في الطريق ما اعتبرش ان دي نهايه الحياه، بكره هيبقى احسن من النهارده. الحقيقه انا عايزه اختم بالسؤال ده، وهو سؤال مهم قوي. مفيش يعني مشكله لو حد قابله موقف اتعثر فيه، سواء حاجه اجتماعيه او حاجه في الدراسه او حاجه في الحياه او احباط ما، كلنا معرضين للحاجات دي، لكن الشطاره ان احنا على طول ننهض بنفسنا من الموقف ده. دكتوره سعدي، اي حد عنده مشكله النهارده شايفنا وبيمر بمحنه سواء نفسيه او اجتماعيه، انه يطلع منها بسرعه ويبص لبكره بعيون فيها يعني امل وفيها تفاؤل في بكره احسن ان شاء الله. المحن بتطلق الطاقات وبتخلق الانسان. المحن هي اللي بتكون شخصيتي. الانسان الفاشل هو اقرب انسان الى النجاح، يعني فشل ثم فشل ثم فشل لازم يبقى فيه نجاح. عشان كده في ناس بتيجي في وسط الفشل وتقول خلاص انا مش لعبه. انت بقيت اقرب واحد للنجاح، اقرب من اللي بيبتدي، عشان انت جربت واكتسبت تجربه وعندك خبره وعندك طاقه لتحمل المسؤوليه، فبالتالي انت اقرب واحد للنجاح. صحيح. يعني اعتقد كل العباقره اللي اخترعوا اختراعات واكتشفوا اكتشافات مذهله، سواء اديسون في الكهرباء او اينشتاين او يعني اي حد من العباقره، احنا عايشين دلوقتي على تراثهم العلمي، حاولوا بدل المره او كل تجربه آلاف مرات بالزبط. وما كانش كل مره في يأس بعدها، برغم ان كل محاوله كان ممكن يبقى فاشل او يعتبر نفسه لم يوفق، ولكن كلها كانت بدايات للنجاح. كل هذه المحاولات اللي ما كانتش صائبه كانت كلها بدايات للنجاح. فاعتقد حضرتك ختمتي بكلام مهم جدا النهارده. شكرا لك. يعني انا سعيده بهذا اللقاء الجميل اللي كله طاقه ايجابيه مع دكتوره حنان رشدي، خبيره الطاقه الايجابيه قبل ما تكون خبيره التنميه البشريه. نورتينا النهارده رزين. ميرسي قوي، الف شكر ليكي. مشاهدينا كمان سعدت جدا معاكم النهارده، وطبعا النهارده نازله مكان زميلتي العزيزه سماح، ترجع بالسلامه ان شاء الله الثلاث الجاي، لكن انا هقابلكم ان شاء الله يوم السبت. لكم تحياتي وكل حب من فريق العمل لكل مشاهدينا اصدقاء برنامج زينه. الى اللقاء بكره وفريق عمل اخر.